تبييض الاموال وفوبيا. خوتنا العزاز، فوبيا باش دعموه بون كارت بونكار. الدراهم مادام دخلوا في لاكارت بونكار هنا ما بقاش تبييض اموال. بمعنى انا عندي 2 مليون دولار ولا 3 مليون دولار تاع لا دروغ، حاب ندخلها للبنكه باش نحطها في لاكارت بونكار تاعي، ما يقبلوليش، يقولوا لي من اين لك هذا. بمعنى اخر يا خوتي لي زالجيريان استوعبوا، الدراهم مادام دخلوا في الكارت بونكار بقاش تبييض اموال. تبييض اموال كيف تدخل دراهم اسباس للبنكه بدين بلا ما يقولوا لك من اين لك هذا. بمعنى هنا انا عندي مليون اورو درك دراهم اسباس، حاب نشري دار في اوروبا ما نقدرش، حاب نشري طوموبيل ما نقدرش، حاب ريزيرفي اوتيل ما نقدرش، حاب ريزيرفي بي دافيون ما نقدرش، لازم ندخلهم في البنكه. هنايا ما تقدرش تدخل 3000 4000 5000 دولار في البنكه يقولوا لك من اين لك هذا. تسمى خوتي العزاز ما كانش تبييض اموال عند فوبيا، وربي يبارك له وربي يزيد له. كاين شبهه واحده انهم دي هاكرز تاع دي كارت بونكار اخرين تاع ناس ما يعرفوهمش في الامريكان في لاسويس، يسرقوا لهم دراهم ويدعموهم يدخلوهم للتيك توك باش يجبدوهم بطريقه شرعيه. وتحياتنا فكروا شويه لي زالجيريان، خليوكم. كريم الجزائري ما كاش تبييض اموال، بوجمعه ما كاش تبييض اموال. اي واحد يعطيك دراهم في التيك توك راه عطاهم لك بطريقه شرعيه لانه عطاهم لك بكارت بونكار. تحياتي.